سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس اموركم هانيه وصحتكم بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفه جاتو. راح يكون غير بحبه بيض فقط، القهوه العصر ولا الفطور الصباح. خاصه هذا الجاتو البنات يكونكم اقتصادي، غير بحبه تاع البيض وزوز مغرف تاع الزبده. والناس اللي حابه دير مشاريع ولا اللي دير فيه مشاريع كما راكم تشوفوا. خاصه حبيت نشارك معكم هذه الوصفه البنات، اللي بحبه بيض ديري 30 حبه. كما راك تشوفي شاركت كيف تقدري تقدميه في امبالاج كما هكا، يعني وتبيعيه راح يجيب لك ياسر زبائن. كما انا شريت جاتو شريته في اللومبالاج هذاك، وحبيت نوري لك كيفاه يجي وكيفاه يقدموه شكلا طعمة ومضمونا، اقتصادي وسهل خلاه البنات. وتكلفتها اقتصادية خلا. تخيلي بحبة بيض تقدر ديري 30 حبة، و30 حبة تعمر لك البنات زوز بورتمونجي كما اللي شفتيهم هذوكا. تبعوا الوصفة من الاخير وان شاء الله تنال اعجابكم. واش راح نحتاجو؟ راح تحتاجو زوز مغرف تاع الزبدة. بالنسبة للناس اللي راح تعتمدوا كمشاريع ان شاء الله يا ربي يكون باب رزق عليكم، دير زوز مغارف تاع الزبده. بالنسبه للناس اللي راح ديروا غير في الدار دير غير كاس تاع الزيت، يعني نوهت. ومن بعد نديروا كاس تاع السكر ناعم يكون ناقص 3 اصابع. السكر ناعم البنات، انا هذا مشريتش السكر ناعم، رحيته غير في الدار. ومن بعد نديروا كاس تاع الزيت ناقص اسبوعين، يعني كاس تاع السكر ناعم ما تحتاجيش تشريه من برا، ديريه رحيه غير في الدار. انا رحيته غير في الدار بالرحيه تاع القهوه. من بعد حطيت الزبده، حطيت السكر، وحطيت الزيت، وحطيت رشه الملح لتعديل الطعمه. ركزوا البنات باش يخرج لكم الكاطو تاعكم هشيش ويخرج لكم البنه تاعو تهبل. من بعد جبت البرامي الباتور تاعي، وحكمت خلطت كامل هذوم المكونات مع بعضهم حتى نتحصلوا على خليط يكون كما البوماد، يعني يكون لونه ابيض، يعني يتحول لون الخليط الى اللون الابيض. وخلطوا مليح 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 باش يذوب لكم هذاك السكر. من بعد ما تحصلت على هذه النتيجه، نضيفوا لها حبه تاع البيض تكون بحراره الغرفه، نحركوها وندخلوها مليح في هذا المزيج حتى نتاكدوا باللي دخلت لي مليح البنات. مليح مليح كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد ما تحصلوا على هذا المزيج كما راكم تشوفوا فيه كما هكا، ركزوا البنات باش يخرج لكم الكاطو تاعكم هشيش ويخرج لكم يشهي. من بعد نبدو نضيفوا له في الفرينه تدريجيا مع التغربيل. لازم تغربلي حتى وكنتي مغربلتها من قبل للفرينه، يعني نخلتها من قبل، عاودي زيدي غربليها لخاطر التغربيل تاع الفرينه راح يخلي لها يدخلها الهواء، والهواء هذيك يساهم على انه يكون الكاطو تاعك هشيش. من بعد ضفت لها كيس تاع خميره الحلويات، يعني 10 غرامات 10 غرامات خميره الحلويات البنات، 10 غرامات. الناس اللي دير تشيل الخميره هذيك تاع الميزان الكبيره. نحركو كلش مع نبدو ندخلو في الفرينه تدريجيا. في البدايه رانا نستعمل غير المغرفه، ونتاكد باللي هذيك الفرينه دخلت لي في الخليط تدريجيا بدون ما تكون عندي تكتلات. نبقى نضيف الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ماهيش البنات تكون شبه متلاصقه، تكون شبه متلاصقه البنات. ناكد ونوه ما تكونلكمش متماسكه خلاه، تكون شبه متلاصقه. من بعد راح تشد روحها كي ترتاح وراح ترجع تتماسك. فهمتوني البنات؟ من بعد نبقى نضيف في الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون بهذه الطريقه. نقسمها الى قسمين. القسم الاول راح نضيف له زوز مغارف تاع الكاكاو، يعني مغرفه ونص تاع الكاكاو عفوا، وراح ندخلها مليح. بالنسبه للبنات اللي لا قدر الله ويبست لك العجينه تاعك، تضيفي لها غير الزيت البنات دوك ترجع تطلق روحها. والاخرى انا نحب ذوق جوز الهند، ضفت لها جوز الهند. انتم مضيفوا لها جوز الهند البنات، عطر جوز الهند. انتم ضيفوا لها عطر الفاني. هذه ندخل الكاكاو مليح في هذيك العجينه تاعي، ولازم تكون باطراف الاصابع. ومن بعد نخليها ترتاح مده. من بعد نفتحها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا على كيسين بلاستيكيين يكون تفتحي فيهم العجينه من قبل. نحط لاباز التحتانيه لازم تكون بذوق الفاني، والفوقانيه تكون بذوق الشوكولا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نقلبها عليها بهذه الطريقه. والعجينه تاعكم راهي شو شغلها البنات سيسوها على قد ما تقدروا. كما راكم تشوفوا انا راهي تفتحت لي. نسيي نريقلها مليح مليح، يعني نحي من الاطراف ونحط على الاطراف اللي راهم مفتوحين بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ومن بعد نبدا نلوي فيها بهذا الشكل، نلوي ونريقل البنات كما راكم تشوفوا، نلوي ونريقل، يعني ما تلويش هكذاك بركه. ومن بعد كي تجي تقطعيها تتفتح لك كما راكم تشوفوا. راني نضغط ونلوي مليح البنات حتى نتحصل على حلزون، يعني تكون على شكل لولبية. المهم
فهمتوني؟ من بعد نكمل نفتحها بهذه الطريقة حتى نتحصل على هذا البودام بهذه الطريقة، ونبدأ نخدم فيه بهذا الشكل حتى نريقلو كامل كامل، ضروري تهز معاكم كما حبيتو وتتحرك معاكم كما حبيتو، ويكون لكم واحد الكاطو هشيش 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 ما عندي ما نقولكم البنات. نكمل نفتحو نسيي نريقلو بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا مليح مليح، يعني ما تخلوش هو هذا البودام فقط لأنه فيه الخميرة. بعد تنفخ لكم خلا، نسي نفتحوا بهذه الطريقه، يعني ندوروا بهذه الطريقه ونقسموا الى قسمين. عفوا البنات سامحوني، نقسموا الى قسمين كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. جربوا هذه الحلوى وردوا لي بالخبر البنات، هذه حلوى اقتصاديه وحلوى تاع زمان خلا، لكن هذه الحلوى ما كانش واحد ماهوش راح يحبها باذن الله. نسي ريق البودان تاعي هذا والاخر نكون غطيته بابي فين، نرقلو مليح ونفتحو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نجيب له من بعد راح نجيب له السكين تاعي ونبدا نقطع فيه كما قلت لكم. الكميه اللي مديتها لكم ديكم 30 حبه البنات، 30 حبه على ضربه، نعم 30 حبه تعمر لكم 3 لي بورتمونجي كما راكم تشوفوا. كي بديت نقطع فيه كيف نتحصلوا على هذاك الشكل الحلزوني، يعني شكله راهو رائع وراح يعجب باذن الله الزبائن تاعك. اذا عجبك بالبنات ما تبخلوش علينا بالبارتاج واللايك ومتابعه باش يوصلكم العديد من الوصفات. واذا عجبتكم هذه الوصفات بهذه الطريقه للمشاريع قولوا لي البنات نعود نكثر لكم منهم باذن الله، للناس اللي ربي يرزقها ان شاء الله وربي يفتحها في وجوهها للمشاريع تاعها. وراني صايمه البنات تعيد لكم من قلبي. هنا نكمل نريقلهم بهذه الطريقه، ريقلوهم ما تخلوهمش الشكل تاعهم ديفورمي كما راكم تشوفوا. راني نحي فيهم وراني نريقل في كامل الحبات تاعي، يجوني ما عندي ما نقولكم ما شاء الله متحوفين، والبنه تاعهم ما عندي ما نقولكم. في هذا الوقت نكونوا فاتحين الفور تاعنا من تحت، ونكونوا انا الفور تاعي تفتحيه من تحت ومن بعد تزيد تفتحيه من فوق. اللي الفور تاعي تفتح من فوق ومن تحت تحط الحلوى تاعها غير في النص البنات، وهكا الشكل تاع الحلوى تاعنا يكون شكل حلزوني لولبي، سموه كما حبيتو، سموه حلوى اللولبه حلوى الحلزون. من بعد نستفها في البلا تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، وهذا الشكل تاعها ندخلها طيب من تحت تكون على درجه حراره 180 درجه، ومن فوق راح نتحصلوا على الكاطو تاعنا يكون محمر غير هكا برك البنات، ما تحرقوش وخلوه محمر، يعني خلوا الشكل يبان غير بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما تنفخلي يعني تنفخلي في الفور شويه بهذيك الخميره اللي حطيتها، وبهذا الشكل هذوما الحبات تاعي كما راكم تشوفوا يفطروا بيهم ولا تتقهووا بيهم. اول حاجه راح نجيبوا الحبات تاعي بعد ما يبردوا لي شويه، راح نمسح لهم من الاطراف بالكونفيتير ولا بمربى المشمش كل واحد كيف يسميه. راح نمسح لها على الاطراف بمربى المشمش كما راكم تشوفوا. هنا راني كنت معليه يدي ما كنتش متولها البنات، يعني تمسحوا لها على كامل الاطراف هكا على كامل الاطراف غير بمغرفه بركه، ولا استعملي سباتيول واش عندك متوفر بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ومن بعد نرمدها كامل في الكاوكاو تاعي اللي يكون محمصاتو ورحيته غير في الخشين ولا هرسيه غير بالمهرس فقط بهذا الشكل كما راكم تشوفوا حتى تحصلوا على هذه النتيجه. نكمل كامل الحبات تاعي بنفس الطريقه. اهم حاجه البنات قبل ما تبيعي الحلوى تاعك ولا قبل ما تاكلي الحلوى تاعك حطيها في بورتمونجي وغلقي عليها ليله كامله نهار كامل على قد ما تقدري، غلقي عليها حتى ليلتين لانها تتندى، وهذاك النداء يساهم على انه البسكويت تاعك ولا الحلوى تاعك راح تكون لك خفيفه وهشيشه وتذوب في الفم البنات. هذه اهم حاجه، يعني يقولك اسال مجرب ما تسالش طبيب. قداه مرة ندير كاين الكاطو اللي نخليه هكذاك عريان ما نحطوش في بورتمونجي يجيني يابس، وكي بديت نحطهم في بورتمونجي ونغلق عليهم يا البنات للامانه يجيكم يذوب في الفم، وزيد تعطيه واحد البنه ما عندي ما نقول لك شغل. هذوك المكونات يرجعوا يحكموا بلاصتهم، البنه تاعهم الصراحه تجيكم بنينه 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 يشهي البنات. جربوه ردوا لي بالخبر وما تنسوش حكايه البورتمونجي، يعني راني مديلكم في كامل لي زاستيوس من قلبي، خاصه الناس اللي راح دير المشاريع. اما الناس اللي راح ديرها في الدار كيف اللي تحب كل وحده كيف هي يحب، وكاينه ناس عائلتها تاكلها ثم بعد هي مازالت تختم هما ياكلوها. نكمل كامل الحبات تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل.
نرمدهم كامل في الكاوكاو، وكاين ناس تحب ديرهم في جوز الهند تقدر ديريه في جوز الهند، لكن الاختيار. وهكا الشكل تاعهم النهائي كما راكم تشوفوا، راني درتها لكم في اللومبالاج باش نعطيكم فكره. وهكا الشكل تاعها النهائي تاعهم في صحن التقديم. ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، هما شكلا مضمونا وطعمة راح يعجبوا كامل لي كليون تاعكم، وراح يعجبوا ثانيك العائله تاعكم. في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى متنوعة رمضانية وغير رمضانية. وإذا عجبتكم بارطاجوا الوصفة ولايك وكومنتار حلو، اعطوني رايكم في الوصفة. واللي ماهيش مشتركة نقولك اشتركي حبيبتي، ياسر وصفات راح تنال اعجابك في القناة، اقتصادية وسهلة وفي متناول الجميع. واذا جربتوها البنات شاركوني تطبيقاتكم في الانستغرام.